بيقولوا ان الكلمه امانه والماشيه رساله. يعني بص يا ست الكل او بص يا سيدي، الايه الكريمه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الايه دي مش بس نصيحه، دي كتالوج امان وحمايه للبنت والست في كل مكان وفي كل زمان. يعني ايه بقى خضوع بالقول بلغه الشارع كده بصراحه ومن غير زواقه؟ الخضوع بالقول هي التدليع الزياده، يعني اللي ملوش لازمه. يعني البنت وهي بتتعامل مع حد غريب في الشارع اللي هو بياع او زميل في الشغل او سواق عربيه ميكروباص اللي احنا بنشوفها الكلام ده، صوتها بيبقى ناعم حبتين، او تضحك بقى ضحكه عاليه تسمع الكلام زي ما احنا بنقول، او تستخدم كلمات فيها عشم زياده. الخلاصه خليكي دغري، يعني الكلام على قد المطلوب بنبرة صوت محترمة وجادة شويتين، يعني لا فيها تكبر ولا فيها مياصة. تاني حاجة بقى، مين بقى اللي هو في قلبه مرض؟ ده بقى اللي هو الذئب البشري اللي هو ماشي بيدور على أي ثغرة. ده شخص تفكيره شمال لا مؤاخذة، وأول ما بيسمع كلمة حلوة أو نبرة صوت فيها ليونة بيفهم بقى غلط. بيفهم غلط، بيفتكر إن دي إشارة خضراء، يلا معلم قرب وارمي السنارة والكلام ده كله. كلمة بايخة أو اتمادى. الحكمة بتقول إيه؟ الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. والكلام اللين مع حد غريب هو الباب اللي بيفتح ريح الطمع والتحرش والكلام ده كله. تالت حاجه بقى، الجدعه والانوثه مش بالدلع. في ناس فاهمه غلط ان الست عشان تبقى شيك وحلوه كده لازم تبقى رقيقه بزياده مع الكل. لا، ست البنات الانوثه الحقيقيه هي الرزانه، بنت البلد الجدعه، صوتها واطي بس مسموع وكلامها قليل بس موزون. الحدود بقى، خلي بينك وبين الغريب سلك شايك كده من الادب والاحترام، محدش يجرؤ يتخطاه الا لو انت سمحتي بده في الحلال. رابع حاجه بقى، روشته بنت الاصول عشان تتعامل في الشارع والكلام ده كله. خلي كلامك فورمال، يعني يا استاذ يا فندم لو سمحت. هي دي مفاتيح الامان. خلي في نظره مباشره، مش لازم تسبلي، بس خلي يعني عينك فيها ايه، قوه وثبات. خلي اللي قدامك كده يلم نفسه. فبيقولوا خير الكلام ما قل ودل. يعني خلصي مصلحتك كده بابتسامه خفيفه وايه، وامشي في طريقك. الخلاصه هنا بقى، الدين مش عايز يكتم الست ولا يمنعها تتكلم، الدين عايز يحافظ عليها جوهرة مكنونة كده. لما الست بتلتزم بوقارها هي اللي بتجبر الكل، يعني يخلع القبعة كده احتراما ليها، وبتقفل السكة في وش أي مريض قلب بيفكر إن هو يتجاوز حدوده. الكلمة الحلوة بس لزوجك والضحكة الصافية لأهلك، أما الغريب بقى فالوش الخشب على طول. ساعات الحاجات دي بتبقى إيه، بتبقى عبادة. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة وتكتبوا لنا